هناك جنوب أفريقيا والكونغو، قوتان متوسطتان في القارة الإفريقية، لكن منتخبان واقعيان. هذا ما يميز جنوب افريقيا وايضا الكونغو الديمقراطيه بعناصر محليه. جنوب افريقيا تقريبا توليفه من سان داونز ربما اورلاندو، وكذلك الحال بالنسبه للكونغو الديمقراطيه لاعبي تيبي مازيمبي وفيتا كلوب. روح المجموعه متميزه لدى المنتخبين، واعتقد انه المنتخب الجنوب افريقي افضل نسبيا، خاصه افضليه حارس المرمى لو ذهبت المباراه ربما لضربات الجزاء. ولكن هي كفكره مركز ثالث التي يوافقها البعض ويعرضها البعض موجوده في افريقيا غير موجوده في اسيا بالمناسبه. كانت موجودة في آسيا حتى العام 2015 وتم إلغائها مثل اليورو أيضا غير موجودة. ولكن في اعتقادي هي يعني كتنافس وكصراع على المركز الثالث مهم جدا، لأنه لا يمكن أقول مركز أول وثاني من دون ثالث. كفكرة يعني جيدة جدا، وأعتقد أنه المباراة ستكون ممتازة مع أفضلية بسيطة لمنتخب جنوب إفريقيا نظرا لأنه يلعب بشكل جماعي أكثر ومنتخب حاسم أكثر من الكونغو الديمقراطية. نعم. وائل فطوش، يعني شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم، شرفتنا. شكرا لكم ولكل المشاهدين على قنوات بي إن سبورتس.